اهلا بيكم، انا زياد دي بلو جليتش، والنهارده هنراجع موقع لينكس. الناس اللي ما تعرفش لينكس، الموقع ده المفروض ان هو بيشتري لك اي حاجه من بره، بيدخلها لك، بيحاسب لك على الجمارك وبيوصلها لك. اي حاجه من بره فين؟ بني سويف مثلا؟ لا يا حبيبي. اي حاجه من بره، من الصين، من امريكا، من ايطاليا، زي امازون امريكا، امازون ايطاليا، امازون اسبانيا، علي اكسبريس، علي بابا، اي موقع من المواقع اللي انت تقدر تعمل منها شوبينج من بره، هو بيجيب لك الحاجه دي، بيجيبها لك لحد البيت. طيب انا كنت محتاج ايه؟ انا كنت محتاج ظهر لسوني اكسبيريا اكس زي 3. انا معايا دلوقتي سوني اكسبيريا اكس زي 3. التليفون جميل جدا، حلو جدا، يعتبر افضل قيمه مقابل سعر في مصر دلوقتي. المشكله اللي كانت فيه ان هو طبعا وقع واتدشدش. هو مش زي نوكيا خالص، هو ديورابل كويس بس مش زي نوكيا خالص. انا معايا نوكيا 7.2 يا جماعه، وقع مني مش يعني مثلا 30 مره على سيراميك وعلى اسفلت، لدرجه انه مره وقع مني وانا ما اعرفش ان هو وقع، والناس قالت لي يا كابتن وقع منك وبتاع. فانتوا متخيلين فرق الكواليتي ما بين تليفون سوني وما بين تليفون نوكيا. طيب المهم، فانا عملت اوردر للظهر بتاع السوني المكسور ده، وقلت ان انا بدل ما اشتريه دايركتلي من علي اكسبريس ويحصل مشكله في الجمرك، او اروح انا استخرج حاجه بتاعتي من الجمارك او كده، طب ما هم بنفسهم اللي يقدروا ايه يوفروا لي البيس. فعلشان كده عملت اوردر من عندهم. كانت القطعه بحوالي 200 حاجه و80 او 200 حاجه و90، بالجمارك والتوصيل عملت حوالي 520 بالظبط. طيب خلينا نعمل انبوكسنج. الانبوكسنج ده لايف، انا ما اعرفش الحاجه جايه لي سليمه ولا لا، فلو حلو هقول لكم حلو، ولو وحش هقول لكم وحش. وعلى فكره يا جماعه، الفيديو ده از نوت سبونسر ات اول، يعني ما حدش كلمني ولا حد قال لي اعمل حاجه. انا بعمل الموضوع ده علشان نكتشف مع بعض هل فعلا لينكس ده موقع يو كان تراست ات، وتقدر ان انت تحط فيه فلوسك وتشتري من خلاله اي حاجه من بره ولا لا. يلا نقول بسم الله. ثانك يو مش عارف ايه، وحاطط الباجه بتاعته. اوكي، باكج شكلها التوصيل بيجي لك عن طريق بوسطه. تاز، تفتكر ايه هيطلع حلو ولا لا؟ صحتي. تعالوا نشوف بعت لنا ايه. طيب انا خدت كده جايزه منهم، المفروض لو اشتريت تاني، ده لو اشتريت تاني اصلا يعني. اوكي، يوين تيك ا فوتو شير ات اون يور اكسبيرينس ريسيف يور جيفت، بتاخد كاش باك. وعلى فكره هم بعتوا لي كاش باك 30% على الجمارك، يعني لو في حاجه جماركها 200 جنيه 300 جنيه 100 جنيه انت بتاخد عليها 30%. دي الباكج، هي جايه متقفله. اوكي، اعتقد ما فيش اي حاجه موجوده عليها، يعني اعتقد دي الباكج اللي من الصين. انا عملت الاوردر عموما من علي اكسبريس. تاني تعرف ترقده بسنانك؟ منظر بس على الفاضي. طيب، طب هو مقفول باحكام عموما يعني، فدي حاجه كويسه. هو جاءت اللحظه الحاسمه. طن طن طن. حلو، الحاجه متغلفه كذا مره فوق بعض، ودي حاجه مطمئنه الصراحه. اوكي، تعالى نشوف جت صح ولا لا. 3 واو، لا جت صح يا جماعه، انا سعيد جدا والله. بيج ميس، انا لخبطت الدنيا خالص في ايه. واو، هي الحمد لله الظهر جه سليم، الحمد لله. يبقى الظهر وصل من قرايه الاكسبيرينس بتاعته بكام؟ 10 من 10. هم جابوا لي الحاجه اللي انا عايزها بالظبط، مفيش اي مشكله، الحمد لله. الظهر جه سليم، نفس الكالر بالظبط اللي انا طلبته، والكواليتي بتاعته ممتازه، اللي هو كان مكتوب ان ده الاوريجينال، واي ثينك ان ده الاوريجينال. خلينا برضو ايه فرق بين الاوريجينال على الفون طبعا. اللي الدشدش اثنين اولموست ايدنتيكال، الاثنين واحد، وبرضو علامه اكسبيريال هنا. خليني ازوم عليه، مش باين عشان الاضاءه بس اهي، اعتقد انها كده بينت. يا جماعه دي كانت تجربه الانبوكسنج الجميله جدا من لينكس. طيب ارشحه ولا لا؟ ديفينتلي طبعا، يس ارشحه، لان هو انت لو كنت جيت تعمل الحاجه دي في مصر كانت هتكلفك كام؟ كل واحد يجي يقول لك والله يا باشا اصل ده اخر القطعه دي ومش عارف ايه وسعرها، وكنت هتتعب جدا عقبال ما تلاقي السعر اللي انت عايزه. لكن لينكس الحمد لله اتاح لي ان انا اجيب قطعه الغيار من بره بنفسي، واكيد هركبها بسعر قليل جدا جدا من لو كنت اشتريتها من مصر. دي كانت مراجعتي شراء من لينكس. انا بشكركم جدا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. لو عايزين تعرفوا اي معلومات عن لينكس او تجربتي عن الشراء عنه، تقدروا تكتبوا لي في الكومنتس بيلو. شكرا، انا زياد دي بلو جليتش. يلا قول لهم سلام يا تاز. باي، سلام.